السلام عليكم أزول، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. البرلمان الأوروبي خدا واحد لا ريزوليسيون كونتر لو ماروك ضد المغرب 356 صوت مع لا ريزوليسيون، يعني ضد المغرب، و32 مع المغرب، و42 داروا امتنعوا عن التصويت. هاد لا ريزوليسيون هي ان تكست نون كونترينيون، كيطلب من المغرب، وهذا النوع عمرو ما دار ضد المغرب اطلاقا، لاول مره كيطلب منه احترام حريه التعبير واحترام الاعلام، محاكمه عادله للصحفيين المسجونين توفيق بوعسرين، سليمان الروسوني، وخاصه كيأكد على عمر راضي اللي متهم بالاسبيوناج. بالاضافه لان اتهام المغرب بالرشوه لبرلمان الاوروبيين. انا شخصيا لا اعتقد، وان فعل المسألة راه في تما كلشي كيرشي البرلمان الأوروبي، ما عاد زعما فاقوا وعرفوا بأنه كاين رشوة تما. ديما كاينة، كاين السيبة تما في الرشوة، كلشي عارف، ولكن ما كيديروش التحريات على داك الشيء. إذا في الحقيقة شمن السبب ديال هذا الشيء؟ عمرو ما دار هذا الشيء ديال المغرب ضد المغرب. السبب أن هناك من يعادي المغرب لا أقل ولا أكثر، وخاصة في فرنسا اللي كتطلب من المغرب يعطي ليها السوق ديال التي جي في والاسواق الاخرى والى ما هذه غنقوموا نحركوا. بالاضافه انه كتقول له ما تنافسنيش في افريقيا، راه جر الخلفيه ديالي، وبالتالي ما تقربش تما لا ماليا عن طريق الابناك ولا اقتصاديا. زائد لانه محتاجين للغاز الجزائري ديال الكبرانات، وبالاحرى ديال الكبرانات ماشي ديال الجزائر، محتاجين لهذا الغاز، وبغاو يديروا هذا الشيء باش يتقربوا اكثر للجزائر، باش يحصلوا على الغاز الجزائري، لان كدير ضغوطات، وما بغاو باي طريقه، بغاو الغاز الجزائري، لان موسكو سدت شويه الروبيني عليهم. كانوا بغاو كيف قال وزير الاقتصاد الفرنسي: اون فا ميتر ا جونو ليكونومي روس. كيظهر هو اللي دارهم، هو اللي ضرهم، وما عندهمش الغاز، وارتفاع الغاز، وارتفاع الاثمنه في جميع الاثمنه، الانفلاسيون بارتو، مشكل كبير في اوروبا. اذا شنو وجدوا يضغطوا على المغرب باش يحصلوا على مصالح. بالاضافه ان المغرب كيدخل في واحد لاليونس اسرائيل، لي زيتازيني، غروند بريطانيا. بالتالي هذا الشيء هما ما بغاوش، بغاو يستمروا يستعملوا الضغوطات على المغرب، وخاصه فرنسا. وكتستعمل المغرب طلب من فرنسا اعتراف بمغربيه الصحراء، هي ما بغات تستمر نفس الموقف، تكون مع المغرب وتكون مع الجزائر باش تخدم المصالح ديالها. يعني ما كاين عندها لا صديق لا والو. وين يكون اعتبرت المغرب ان لي دوبوي دي زاني دابا بدات كتخربق من هنا من هنا من اجل مصالحها، وخاصه مصالحها ما باش تقرر في هذا الميدان. يومكم سعيد.